السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم لمسه من مطبخي. فيديو اليوم غادي نشارك معكم واحد البسبوسه رائعه جدا كتحضر فقط بكاس العنبه ديال السميده. سهله التحضير، مكونات بسيطه كيف ما كتلاحظوا امامكم. كنتمنى الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك للفيديو، تشاركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها، وطبعا الا بغيتوا تدعموني اكثر ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم وعائلاتكم لتعم الفائده. الا كنتم مهتمين بالفيديو بقاو معايا حتى الاخير. بالنسبه لمكونات الوصفه فاحنا غادي نحتاجو 3 ديال البيضات بدرجه حراره الغرفه. بالنسبه للسكر خشن او سكر سنيده فانا عندي هنا 3 المعالق كبار ديال السكر كيجيو كافيين في هذه البسبوسه هذه. عندي كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، ايضا عندي كاس ديال العنبه ديال الحليب السائل، وعندي كاس ديال العنبه ديال السميده رقيقه، يعني السميد اللي كنحضروا به الحرشه او اللي كنحضروا به البغرير، ماشي الفينو، السميده الرقيقه. غادي نحتاج واحد ساشي ديال سكر منسم بالفاني او ما يعادل 7 غرام، وغادي نحتاج ايضا قبصه من الملح. ايضا في المكونات عندي 2 ساشيات ديال خميره كيماويه او ما يعادل 14 غرام، وغادي نحتاج 2 ساشيات ديال البودره ديال الكاكاو المر او ما يعادل 2 معالق كبار الا كان عندكم ديال العبار. هادو هما المكونات فقط ديال هاد البسبوسه هادي. ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه خديت اناء وضعت فيه 3 ديال البيضات، وغادي نوضع سكر خشن ما كتلاحظوا 3 ديال المعالق، وغادي نضيف ايضا الفاني والملح، وغادي نطربوا هاد المكونات فقط بطراب يدوي حتى يندمجوا لينا. راه ساهله البنات هاد البسبوسه، ولا جربتوها انا متاكده انكم غتستغنيو على الكيكه على الحرشه وغتوليو ديروا هاد البسبوسه. غادي نخلط مزيان، غادي نضيف الزيت النباتيه كاس لاروب كافي، وغادي نخلط. وغادي نضيف الحليب السائل. هانتوما شتو راه غتحضر في ميم بقى 3 ل 4 ديال الدقائق صافي، وغادي نفرغوها في المول، راها ساهله بزاف. صافي دابا غادي نجيب صفاي باش نغربل السميده. من بعد فانا غادي نجيب واحد الصفاي اولا غربال وغندير فيه السميده، وغادي ندير فيه ايضا خميره كيماويه بهذا الشكل هذا، وايضا غادي ندير 2 ساشيات ديال الكاكاو المر ماشي الحلو، ولا كان عندكم الكاكاو اللي كتشريو العبار ديروا 2 معالق كبار. نغربل هاد المكونات مزيان، غادي نخلط. كما كتلاحظوا راه غيبان لكم القوام ديال هذا الخليط سائل بزاف اولا جاري، ولكن هكا غادي خاصو يكون، يعني ما تخافوا والو. غادي نحرك مزيان. هانتوما كيفاش كيكون الخليط، راه كيبان جاري. سهله بزاف هذه البسبوسه هذه. صافي دابا غادي تاخذوا اي مول كيكون عندكم كيدخل الفرن، غادي دهنوه بالزبده وترشوه بالسميده صافي، وغندوزو باش نفرغوا فيه هذا الخليط هذا. هنا بعد ما دهنت المول بالزبده ورشيته بالسميده، فبالنسبه لهذا المول اللي كنخدم معكم فيه دائما، فبالنسبه للطول ديال الضلع ديالو 28 سنتيم، وفيه في العرض 18، يعني متوسط الحجم. ما غاديش نقولوا انه كبير ولكن متوسط وماشي صغير. هنا خديت الخليط ديال البسبوسه كيف ما شفتوا راه مطلوق بزاف. كنأكد على هذه المساله، لا تقولوا بان كاس ديال السميده ما كافيش، بالعكس كافي. وغادي نفرغ الخليط هنا في المول بهذا الشكل هذا، وغادي ندخل المول الفرن درجه حراره متوسطه كنت مشعله من قبل، يعني راه سخون مزيان. وغادي تخليو هاد البسبوسه لمده ديال 30 دقيقه، وطبعا نتلاقاو باش نشوفوا بقيه التحضير ديالها باش نسقيوها ونزينوها بطبيعه الحال. هنا بعد ما كطيب البسبوسه ديالنا وكنتاكدوا من الطهي ديالها بواسطه عود خشبي، يعني كتخشيو مثلا العود ديالكم وكيخرج ناشف، كتعرفوا البسبوسه ديالكم راها طابت. من بعد كتاخذوا فوغشيط هكا وكتحاولوا تكوها مزيان هاد البسبوسه هذه، لاننا غادي نسقيوها وغادي نبغيو ديك السيرو يدخل لينا لداخل ديال البسبوسه. بالنسبه لهاد الحموريه هذه راه غير ديك السميده اللي تحمرت في الجناب طاحت هكا على البسبوسه.
صافي. من بعد فانا كنجيب السيرو. حضرت سيرو عادي، يعني كديروا مثلا كاس ونص ديال العنبه ديال الماء في كاس ديال السكر، ودرتو بالنكهه ديال الحامض. ممكن ديروا غير بالنكهه عادي، ديروا غير السكر والماء، ممكن تضيفوا الفاني. انا درتو ديال الحامض. وخديت هنايا كاس كبير هكا ديال القهوه، يعني كيس تقريبا واحد كاس ونص ديال العنبه. وغادي نحاول نجيب واحد المعلقه، غادي نجيب هكا معلقه وغادي نبدا نسقي في هذه البسبوسه. بالنسبه للبسبوسه راها سخونه بزاف، وعندي هذا السيرو بارد، يعني كنت حضرته من قبل. كما كتشوفوا راه دغيا كيتشرب ليا هذا السيرو هذا. غادي نسقيها وغادي نخليها حتى تبرد، وندوزو باش نزينوها بطبيعه الحال. بالنسبه للتزيين فانا غناخذ هاد العلب هادو ديال الديسير ديال الشوكولا اللي كيكونوا دايرين درهم، وغادي نزين بهم من الفوق. يعني التزيين يبقى اقتصادي وسهل. من بعد فانا خديت يوغورت بالنكهه ديال الفاني، يعني خديته هزيته من العلبه ودرته في جيب حلواني. وغادي نقطع هنايا الراس هكا ديال البوش، وغادي نحاول ندير خطوط. من بعد فانا غادي ناخذ عود خشبي وغادي نحاول ندير به التزيين اللي كنديرو هكا في ملفي من الفوق. صافي كيف ما كتلاحظوا غادي نخلي البسبوسه حتى تبرد مزيان صافي، ونقدمها لكم بالصحه والراحه. اي فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه بعد ما بردات. وطبعا انا ما يمكنش نختم معكم بلا ما نقطعها لكم ونوريكم كيفاش كتجي من الداخل. غادي نحاول نقطعها بسم الله. هنا بعد ما قطعتها فانا غادي نهز معكم طريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. هانتوما يا البنات، نحاول نقرب ما امكن. شوفوا راها كتجي مسقيه وكتجي رطبه، والتزيين اللي اقترحت معكم. يعني كنتمنى انها تنال اعجابكم لانها سهله بزاف وفقط بكاس ديال السميده. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليو لايك واشتراك في القناه وبارطاج لي تعم الفائده. غادي نضرب لكم موعد كيف ما العاده في فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.